عمرك وقفتي قدام قرار وقعدتي تفكري لدرجة ان في الاخر متوصليش لحاجة؟ عايزة اقولك ان المشكلة مش بتبقى في القرار خالص، المشكلة بتبقى هنا في تفكيرك انتي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا حلا اللي معرفنيش، وفيديو النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة بتضيع وقتنا كلنا حرفيا، وهي التفكير الزايد، التفكير كتير قوي قبل اي قرار، الاوفر ثينكينج اللي موقف لنا حياتنا. المشكله ان القرارات اللي بنقعد نفكر فيها كتير قوي دي ممكن تبقى جزء من حياتنا اليوميه عادي، بس بنتعامل معاها انها حاجه مصيريه، مع ان في الحقيقه الموضوع بيبقى ابسط من كده بكتير قوي. اول مره تقريبا هصور لكم من غير نضاره، مع اني ما بشوفش من غيرها، فهصور لكم المره دي عشان حاسه مش مرتاحه. تعالى اقول لك بقى عن اوفر ثينكينج. اصلا الاوفر ثينكينج يا جماعه مش مجرد ان انا بفكر كويس وخلاص، مش مجرد ان انا بحلل صح. ده انتي حالة بتدخلي فيها عقلك مليانة احتمالات وتفكير بالهبل وسيناريوهات وخوف من كل نتيجة ممكن انها تحصل، وبدل ما الحاجة دي تساعدك انك تاخدي قرار صح، بيخليكي مش واثقة من نفسك ومش عارفة تاخدي قرار ومش قادرة تتحركي. طب انا ليه بحاول افهمكم الموضوع قوي كده، وهنحاول نفهمه اكتر كمان في بقية الفيديو، عشان طول ما انتي عارفة هو بيحصل ليه وازاي هتعرفي تتحكمي فيه بدل ما هو اللي يتحكم فيكي. مشكلة يا جماعة التفكير الكتير قوي ده انه هيخليكي تعيدي نفس الفكرة 100 مرة من كل زاوية ممكنة، ومش هيوصلك للقرار النهائي في الاخر. مثلا تقعدي تقولي طب لو حصل كذا، طب لو فشلت، طب الناس هتفكر فيها ازاي، طب ما يمكن في اختيار احسن، وتفضلي قاعدة في الدوامة دي لحد ما نفسيتك تتعب حرفيا، وفي الاخر يا اما تأجلي القرار يا اما تاخديه وانت مش واثقة من نفسك. طب احنا ليه بنفكر كتير قوي كده اصلا قبل اي قرار بناخده في حياتنا؟ في اسباب. اول حاجه وهي الخوف من الغلط. انتي مش عايزه تختاري اختيار غلط لان بالنسبه لك الغلط هو فشل، مع ان الحقيقه ده مش صح. ان الغلط هو جزء طبيعي جدا من اي طريق، فطبيعي جدا نغلط، مفيش حد بيوصل وهو ماشي صح طول الوقت. تاني حاجه مشكلتك انك عايزه تاخدي قرار مثالي، احسن اختيار في الكون، مش مثلا اختيار كويس وخلاص، لا اختيار يبقى بيرفكت كده بنسبة 100%. مفيش حاجة اسمها قرار مثالي، في حاجة اسمها قرار مناسب لوقتي وظروفي وحياتي بس، خلاص كده. 3، قلة الثقة بالنفس. طبيعي الحاجة دي هتخليكي تسألي نفسك 1000 مرة طب هو أنا صح؟ طب هو أنا بفكر في الحاجة دي صح؟ طب هو أنا فاهمة الموضوع صح أصلا؟ بدل ما تثقي في نفسك وفي إحساسك والحاجة اللي انت شايفاها مناسبة ليكي. 4، الخوف من رأي الناس. طب لو حد انتقدني، طب لو الناس شافتني غلط. المشكلة هنا ما بتبقاش في القرار، المشكلة انك تبقي عايزة ترضي كل الناس، وده مستحيل. 5، تجارب قديمة وما كانتش احسن حاجة، قرار خدتيه وندمتي عليه، فغصب عنك بعد كده ما تحاولي تاخدي قرار في اي حاجة بعد كده او تفكري في اي حاجة، عقلك هيحاول يحميكي يقولك طب ما نفكر اكتر عشان ما نغلطش تاني. بس اللي بيحصل انك بتدخلي في حالة كده من الشلل حرفيا، مش بتفكري من غير ما تتحركي. المشكله هنا يا جماعه ان في ناس فاكره ان التفكير الكتير قوي ده حاجه كويسه. تلاقيه بتقولك ايه؟ طب ايه المشكله، ما انا لازم افكر 1000 مره قبل ما اخد اي قرار عشان ما اخدش قرار غلط. طب بتوصل القرار في الاخر يعني؟ لا. امال بتعملي ايه؟ بفكر. طيب واخر التفكير بتعملي ايه؟ ما انا لسه بفكر بقى عشان اخد قرار، ايه المشكله يعني؟ لا، في مشكله. في مشكله. المشكله ان كل ما الموضوع بيطول بيبقى ليه اثر علينا، وهقول لكم دلوقتي ايه اللي بيحصل. 1، حياتك هتتعطل عشان ابسط القرارات بتاخد منك وقت طويل جدا، فده هيخليك واقف في مكانك. 2، طاقتك بتخلص، عقلك بيفضل شغال 24 ساعة، فتلاقي نفسك مرهقة حتى لو ما عملتيش حاجة. 3، فرص كتير بتفوتك، في فرص كتير لازم تتاخد بسرعة جدا، لازم يبقى قرارك سريع جدا عشان لو طولتي الفرصة هتفوتك. 4، قلقك بيزيد، كل ما تقعدي تفكري اكتر هتقعدي تحطي في احتمالات سلبية اكتر، وده يخليكي تتوتري اكتر. 5، وهي اخر حاجة، بيقلل ثقتك في نفسك. زي ما بقولك كده، كل مرة بتأجلي فيها قرار بتوصلي لنفسك فكرة ان انا مش عارفة اخد قرار ومش قادرة اقرر، فده للأسف بيفضل جواكي. طب والحل؟ اعمل ايه؟ طيب ما افكرش، ما انا كده هاخد قرارات غلط عشان ما فكرتش فيه. هقولك في فرق بين التفكير الصحي اللي هيفيدك ويوصلك لحاجة، والتفكير الزيادة اللي مش اي لازمة ومش هيفيدك في حاجة. طب ايه الفرق؟ هقولك الفرق. التفكير الصحي المفيد ليكي بيوصلك لقرار نهائي بعد التفكير، بيبقى فيه وقت محدد بفكر فيه، ما اقعدش افكر طول العمر. بيبقى فيه معلومات كفايه بفكر فيها، ما اقعدش افكر في الفارغ، ما اقعدش افكر في ولا حاجه. ما اقعدش احط في سيناريوهات واحتمالات ممكن انها تحصل. رابع حاجه، بيبقى فيه نتيجه معينه قدامك، انا بعمل ده عشان خاطر اوصل لده. لكن التفكير الزياده مش هيوصلك لحاجه وهيوقفك مكانك، وبيبقى زي ما فيهوش حسم كده. فبيبقى كل تفكيرك في كلمة طب لو حصل كذا، كلها احتمالات معظمها مش هتحصل اساسا بس هتفضل مخوفاكي. فبصي هقولك حاجة محدش هقولها لك، معظم قرارات حياتك مش بتبقى مصيرية. حتى لو اخترتي غلط عادي، تقدري تصلحي وتقدري تغيري وتقدري تبدأي من الأول. لكن الوقت اللي بيضيع في التفكير
عمره ما بيرجع. طب في الاخر ايه حل الموضوع ده؟ يعني هقولك وركزي في اللي انا هقولك ده كويس قوي. اول حاجه جربي تحددي وقت للتفكير، مثلا انا معايا ساعه، معايا يوم افكر في القرار ده، ولازم اكون واخده قرار، يعني حتى لو مش قرار مثالي بس ده الحاجه اللي انا وصلت لها. اتنين، جربي تكتبي اختياراتك. لو حاسه الموضوع متوهك، بدل ما الافكار تقعد تلف في دماغك، هاتي ورقه اكتبي مثلا اختيار رقم واحد، اختيار رقم اتنين، مميزات وعيوب كل واحدة، وايه المناسب ليا اكتر. ممكن ده يقلل من عليكي التوهان شوية. تلاتة، اسألي نفسك سؤال مهم، اسألي نفسك هو ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي يعني. هتلاقيها مش نهاية العالم، هتلاقيها حاجة مش مميتة يعني. رابع حاجة، اختاري اختيار كويس، مش لازم احسن اختيار، لكن ده اللي مناسب ليا دلوقتي وده اللي اعرف اعمله دلوقتي. خامس حاجة، نفذي فورا بعد ما تاخدي قرارك، لان التأجيل بيرجعك لنقطة التفكير تاني. ستة، اقبلي فكرة الغلط وقولي لنفسك عادي، فيها اما غلط وما فيهاش حاجة. ده التفكير ده لوحده بيقللك 50% من الضغط مثلا على نفسك. سابع حاجة ودي مهمة جدا، قللي استشارة الناس، مش لازم اخد رأي كل الناس في قرار انا عايز اخده، ان كل واحد برأي، ما في عمر ما الناس كلها تتفق على رأي واحد، فكتر الاراء دي هتشتتك على اللي انت عايز تعمليه. اسألي شخص واحد او اتنين بتثقي فيهم كفاية جدا. تمانية، جربي تاخدي قرارات صغيرة وبسرعة ومن غير تفكير كتير، ومع الوقت هتلاقي نفسك اقوى في القرارات الكبيرة. قرارات صغيرة حتى لو انت شايفاها تافهة، هي ممكن تبان تافهة لكنها مهمة يعني. مثلا جربي كل يوم في اقل من دقيقة، جربي تاخدي قرار، مثلا هلبس ايه، هاكل ايه، هبدأ بايه، عقلك هيبدأ يتعود تلقائي ان القرار مش حاجة صعبة مش مرعبة. ففي النهاية التفكير الزايد ممكن هو يبان حاجة كويسة، لكنه مش حاجة كويسة خالص، بالعكس. هو خوف جاي على هيئة ان انا بفكر كتير عشان خاطر احمي نفسي، وبيوهمك انك كده تتحكمي في حياتك، مع انه في الحقيقة هو بيحبسك بعيد عنها. فخليني اقولك حاجة في الاخر، ايه الحياة مش محتاجة منك تكوني مثالية، محتاجة منك بس يكون عندك شجاعة كفاية انك تتحركي تاخدي خطوة. كل قرار لازم يبقى صح، لكن كل خطوة بتاخديها بتعلمك وبتقويكي وبتخليكي اقرب لنفسك اكتر. فبدل ما تقعدي واقفه في مكانك وبتفكري، اتحركي، عشان في الاخر اسوأ قرار بتاخديه هو احسن انك تتحركيش خالص. وبس كده كلامي خلص لحد هنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون كنت خفيفه على قلبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان تحببوني في الفيديو، ان انا مش مقتنعه بشكل نهائي من غير نظاره، فحببوني في الفيديو. واعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي عشان اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات جديده حلوه قوي، فعشان توصل لكم الفيديوهات الجديده اعملوا سبسكرايب للشانل دي. وبس كده، وقولوا لي اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو. بس كده خلاص. احبكم. باي باي.